السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا ربنا يعوض على كل الناس اللي خسرت النهارده هتكلم في موضوعين رئيسيين. اول موضوع مش هياخد ثواني، موضوع طاقه، شركه طاقه ايه اللي حصل فيها، وبعد كده هتكلم على السوق. يا جماعه شركه طاقه، بس في ناس فاهمه غلط، في ناس فاهمه ان في ناس دخلت الاكتتاب بنص جنيه والشركه مش عارف طلعت بقت ب 400 جنيه. ما حصلش الكلام ده خالص. اللي حصل ان ما حصلش اكتتاب اساسا، يعني اللي حصل ان الشركه تم طرحها النهارده. اول فرصه للدخول او للشراء في الشركه كان على الشاشه النهارده، اللي هو الايه، الشخص اللي اشترى، وكان عدد اسهم قليل جدا، تقريبا 800 سهم ولا 1000 سهم اتنفذوا بالرقم العالي جدا ده. فما حصلش ان في ناس دخلت اكتتاب بنص وكسبت مش عارف 500% و800 الف%، وما حصلش الكلام ده خالص، عشان بس ما حدش يبقى فاهم ان في فاتته فرصه. حضرتك ما فاتتكش حاجه. اول فرصه كانت ليك للشراء النهارده على الشاشه، تشتري بالسعر بقى اللي تم التنفيذ بيه ده، وطبعا كانت كميه قليله جدا 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 يعني، فكان قدام اي حد النهارده فرصه ان هو يشتري بس بالسعر اللي هو ايه العالي ده رقم واحد، بس ما حدش ايه يفهم الكلام ده غلط. ده رقم واحد. رقم اتنين، تخش في الموضوع. بصوا يا جماعه، يعني انا هبدا من منظور مختلف شويه المره دي. الفتره اللي فاتت فعلا انتوا عارفين انا عامل القناه دي بقالي سنتين. الفتره اللي فاتت كان في كلام، يعني يجي لي سكرين شوت، بص واحد بيقول عليك ايه، يجي لي مش عارف بتاع، يعني بدات اشوف كلام مش ظريف الصراحه. انا ما بيفرقش معايا التعليقات السلبيه، بس بتضايق اما حد يظلمك. يعني عادي التعليقات السلبيه، انا بيبقى عندي مثلا فيديو لعلم النفس مثلا بيجيب بقى ملايين المشاهدات، ممكن يجيب فيديو ممكن عادي يجيب مليون مشاهده، فطبعا في كل انواع التعليقات عادي، بيبقى في شتايم وكل حاجه، بس اللي بيضايقني ان حد يتهمك بحاجه مش فيك. ده ضايقني الفتره اللي فاتت، ان انا شفته الفتره اللي فاتت اتكررت من ايه بقى؟ تريقه. بص يا عم ده كل شويه يقول لنا السوق عالي، بص يا عم ده كل شويه يقول لنا اصل مش عارف ايه. يا عم ده انا بتفرج عند القناه بيجي لي سكرين شوتس على طول، اي كومنت حاطط في اي حته، يعني انا الحمد لله يعني في ناس كتيره الحمد لله بتبعت الواحد على طول يعني. بص يا عم كل ما افتح القناه بتاعتي يقعد يقول لك المؤشر عالي ويكرر نفس الكلام ويعيد نفس الكلام. هو حضرتك علشان تكسب في البورصه محتاج ايه اكتر من ان واحد يقول لك المؤشر عالي لما يبقى عالي، ويقول لك دلوقتي المؤشر واطي هو دلوقتي؟ يعني المعلومتين دول لو عرفتهم صح تطلع كسبان. يعني حضرتك لو مش كسبان في البورصه او لو خسران في البورصه بسبب انك مش عارف المعلومتين دول. المعلومتين دول مش معلومات متكرره، المعلومات دي كل يوم بتتغير. النهارده السوق عالي دي معلومه، طب بكره الله اعلم هنشوف المعلومه الجديده. بكره السوق عالي دي معلومه جديده على فكره. كلمه ان السوق عالي النهارده دي معلومه النهارده. البورصه حاجه متغيره في الزمن، البورصه مش ثابته، البورصه كل يوم يا اما بيحصل حاجه، النهارده حاجه بتتغير، الريسك بيتغير، السعر بيتغير، الارقام بتتغير، فرصه الشراء بتظهر، فرصه الشراء كل يوم. ما هو يعني ما تتوقعش حضرتك او ما تفتكرش ان لازم اطلع اقول لك كل يوم مثلا ريشيو جديد حضرتك ما سمعتش عنه. اكلم حضرتك على فكره يا جماعه، بس الكلام موجه، بس ما حدش يفهم غلط، الكلام موجه لبعض الكومنتات بسكرين شوتس. انا مش من الناس شخصيتي ان انا اطلع سكرين شوت بالاسامي، فاهم؟ خالص، موجه لقله من الناس، ولكن قله من الناس. برضه عشان اوضح بس الكلام، الكومنتات دي ما كانتش من محللين ولا كانت من حد في المجال، الناس كلها في المجال محترمه انا في رايي الشخصي يعني. كانت من افراد عاديه خالص، شخص عادي خالص بيسيب كومنت، بيفتح بوست على جروب، بيخش واحد تاني كومنت، يعني ايه الموضوع كان كده بس من اول لاخره، عشان بس الموضوع ده بمنتهى الوضوح يعني. تريقه. بص يا عم عمال يعيد ويزيد ومش عارف كلام كتير. النهارده يعني طبعا ربنا يعوض على الخسران، بس النهارده انا صح وحضرتك غلط مليون في الميه. يعني اللي حصل النهارده دي مجزره. انا بره الصوره معيش ولا سهم، معيش ولا ما خسرتش ولا جنيه في الوقت اللي حضرتك قعدت تتريق عليا. وحطيت كومنت هنا تريقه، ودخلت على الجروب ده بوستيت وضحكت عليا هنا شويه وضحكت عليا هنا شويه. انا النهارده يعني مش اخلاقي ان انا اضحك على حضرتك، بس اللي حصل النهارده حضرتك شايف حصل ايه يعني. واللي حصل ده خلي بالكم بيحصل بقاله شهر، بقالنا شهر بننزل تك 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 دب النهارده فرم، النهارده معجنه، يعني اللي حصل النهارده معجنه. الكلام اللي هقوله ده قلته قبل كده، بس هو انه يتسمع النهارده هو كلام جديد، يعني هو ان يتسمع في الظروف دي كلام جديد. رقم واحد، الدخول لاجل الدخول والشراء لاجل الشراء يخلي حضرتك جوه النهارده في يوم زي ده، يخلي حضرتك النهارده يوم زي ده الدنيا تتفرم بيك رقم اتنين، عدم الانضباط والسيطره على المشاعر والشراء بتهور يؤدي الى اللي حصل في حضرتك النهارده. رقم ثلاثة، الاحلام والغير واقعيه، المؤشر هيروح 45,000. انا ما بقولش، ما بنفيش حاجه، انا بنفي انك في ظروف معينه ما ينفعش تحط لي ارقام معينه، يعني في ظروف معينه ما ينفعش تحط لي ارقام معينه. سهم ب 10 ما ينفعش تقول لي راح 50، ما ينفعش تتريق على اللي بيقول لك الدنيا خطر، ما ينفعش تتريق على اللي بيقول لك خلي بالك المخاطره كانت عاليه جدا. يعني ما ينفعش نخش في الكلام ده. انا بقالي شهر ما اتحركتش، ما اشتريتش سهم، يمكن اكتر من شهر قاعد ثابت، ما اشتريتش سهم. وقدامي وناس تبعت لي وساعات تريقه وسكرين شوت تريقه، واللي يجي يقول لي بص يا عم انت فوتت ايه، كان ممكن تشتري في ايه، وكان زمانك واحد بقى الناس اللي بتخش بقى تتلاقي مليان بيسال، بيخش يبعت لي يقول لي بقول لك ايه،
خلي بالك السهم ده انا رايي انه هيطلع، ها انا عارف ان انت رايك مش هيطلع، بس قوم باعت لي بقى بعدها باسبوع، شفت انا عارف ان انت بتفهم، بس شفت بقى اديك غلط. تريقه 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 تريقه، فاهم يعني؟ طب وايه النهارده ايه؟ طب واللي حصل الشهر اللي فات ايه؟ طب والنزول اللي بقى لنا شهر ده ايه؟ طب والناس اللي اتفرمت النهارده ايه؟ والناس اللي خسرت 70% في بيلتون، والناس اللي في محافظها صفرت. بس يعني انا النهارده مش طالع اقول لحضرتك انا صح، طالع اقول لحضرتك لما حد يختلف معاك ما تتريقش، عشان ممكن ربنا يحطك في موقف زي بتاع النهارده ده. مش موقف مش لطيف على فكره. السيناريو ده حصل 4 مرات في ال6 شهور اللي فاتوا. 4 مرات. يا جماعه السوق عالي، يا جماعه السوق عالي، يا جماعه السوق عالي، هوب دب 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 طخ طخ تيخ تيخ. او ما انا داخل اشتري، انا ما بقولش انا بشتري النهارده بس بوضح، او انا داخل اشتري من النقطه الصح، تيك يوم الدنيا عكسه، الدنيا طالعه والحمد لله الواحد يطلع كسبان. 4 مرات في 6 شهور. العائد ما حسبتش قد ايه، بس عائد كبير مش عائد قليل. يعني عائد مش 100%، بس عائد كويس جدا، عائد كويس جدا في 6 شهور. ولسه السنه ما كملتش، ولسه الفرصه رقم 5 اهي. كلاكيت خامس مره في 6 شهور. كلاكيت خامس مره. البيع حينما تكون الاسعار مبالغ فيها، وحينما يكون المؤشر مبالغ فيه، وحينما يكون الكلام ده كله والناس عماله تهلل. البيع انتظار اللحظه المناسبه. اللحظه المناسبه قربت جدا 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 بالنسبه لي بعد اللي حصل النهارده ده، بعد يعني مش عارف اسميها ايه، مع كشة اللي حصلت النهارده دي. يا جماعه بالله عليكم، بالله عليكم، في ناس بقالها في البورصه 10 سنين بتخسر، في ناس بقالها 15 سنه بتخسر، في ناس بقالها 20 سنه بتخسر. انا مفيش اي مشكله ان واحد يخسر عبال ما يتعلم، بس حضرتك لو بتخسر بقالك سنين طويله لابد ان تتوقف وتغير الطريقه وتجرب الطريقه التي قد لا تكون تعجبك، ولكن مش محتاجه حتى فكر انك تعرف ان لو حاجه مش شغاله لازم اغيرها. اللي مش شغال يتغير. ما تلومش نفسك، لا انا والله طبقت الطريقه غلط. لا هي حضرتك ممكن تطبق غلط مره 2 3 4، لكن بالك 10 سنين، لا طبعا في حاجه غلط، في حاجه قطعا بتحصل غلط. عادي جدا واحد يخسر الاول، بس كيرف التعليم لو طول قوي لا لابد ان تتوقف وتشوف المشكله جايه منين، علشان النزيف هيستمر، الخبط ده هيستمر. اللي مهتم يخش معانا في موضوع ازاي ما تخسرش من البورصه، اللي معايا في الدعم الخاص، اللي هيخلي حضرتك في يوم زي النهارده تبقى بره، مش تبقى شاري ولا سهم وقاعد بتتفرج وشايف اللي بيحصل، وهتبقى اصلا بره بقالك شهر. يعني مش بره النهارده على فكره، بره بقالك شهر، يعني بقالك 30 يوم بتتفرج على سوق بينزل، ما بتعملش اي حاجه، مستني لحظه الدخول المناسبه، وهتيجي تقوم داخل في لحظه الدخول المناسبه هتقوم عامل لك 20%، لان خلاص السوق اتفرم، فانت طبيعي داخل بتلم من تحت قوي قوي، هتقوم عامل لك ال 20% وطالع. هيقوم السوق طالع، انا بقول لكم مستقبل بقى، هيقوم السوق طالع رادد، ما اعرفش بقى رادد في اسبوعين، رادد في 3، رادد في 4، هيقوم راجع المؤشر ضارب لفوق تاني، هنقول مخاطره عليه تاني، هتقوم الناس طالعه مستنيين بره، وهكذا تيك تك تيك تك تيك تك، نطلع عاملين ايه 40% في السنه، 50% في السنه، طلع 35% في السنه. احنا ونصيبنا بقى، احنا ورزقنا، يعني اكتر من كده ما والله ما اعرف. بس هو الموضوع يا جماعه ماشي بالشكل ده الحمد لله بفضل ربنا، يعني ما اتغيرش بقاله سنين طويله جدا. يعني اللي مهتم يشترك في الموضوع ده بيبعت رقم 4 على الواتساب اللي على الشاشه. شكرا يا جماعه، واللقاء فيديو اخر، مع السلامه.